السلام عليكم، مرحبا بكم. نتمنى تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة. صحة فطوركم. اذا اولا قبل ما نبدا راح نرحب بالمشتركات الجدد، نقول لهم مرحبا بكم، نورتوني. ان شاء الله تعجبكم القناة نتاعي وتستفادوا منها. كما راكم تشوفوا اليوم حضرت معكم طاجين الزيتون ما سبقش وحطيته في القناة نتاعي. يجي المذاق نتاعو بزاف بنين. ننصحكم انكم تجربوه بهذه الطريقة، راح تستغنوا عن جميع الوصفات اللي راكم تعتمدوهم. اذا ننتقل للمكونات وطريقة التحضير. نحتاج لهنا كمية تاع الدجاج على حساب افراد الاسرة نتاعكم ولا الكمية اللي راكم حابين تطيبوها. عندي لهنا حبة تاع البطاطا وحبة تاع زرودية، قطعتهم بهذا الشكل هكذا باش يجي الشكل تاعهم شباب. ما تقطعوهمش بزاف خشن وما تقطعوهمش رقيق بزاف. فوالا عندي لهنا حبه تاع البصل مسكرفجها، حاولوا تسكرفجوها مليح باه ما تبانش في هذيك المرقه. وعندي لهنا شويه تاع لي شامبينيون كنت قطعتهم هكذا. تقدروا تستخدموا لي شامبينيون معلبين اللي يجيو ديريكتومون مقطعين، كيما تقدروا تستخدموا اللي يجيو حبات وانتم تقطعوهم. عندي شويه تاع الملح وشويه تاع الثوم بودره، عندي شويه فلفل كحل وشويه تاع قرفه. انا هنا القرفه استخدمت قرفه تاع العود وشويه تاع لا بودر. وعندي وحده تاع مرق الدجاج، انا استخدمت لهنا ماجيكو. بالنسبه للزيتون انا لهنا كنت طيبته في مسخون، وزدت له طرنشه تاع القارص. هاوليك بعد ما طفيت عليه برد شويه، من بعد قبل ما نخدم به غسلته زوج خطرات. تقدروا تغسلوه زوج خطرات ولا 3 خطرات حتى يتنحاو له كامل هذوك الشوائب. اذا في الكوكوطه تاعي راح ندير ملعقه ماشي معمره تاع السمن، وراح نزيد شويه تاع الزيت النباتي. اللي ما يحبش السمن يقدر يستغنى عنه، يقدر يستخدم المارغرين. من بعد راح نهبط هذوك القطع تاعي تاع الدجاج. انا لهنا استخدمت لاكويس واستخدمت شويه من الصدر، يعني استخدمت لاكويس وشويه تاع الصدر تاع الدجاج. هكذا نخليه يتقلى. بعد ما يتقلى لي شويه راح نقلبه على الجهه الثانيه ونخليه يزيد يتقلى. بعد ما تقلى لي لهنا الدجاج راح نزيد عليه هذيك الحبه تاع البصل. اللي يحب يستخدم الثوم يستخدم الثوم، انا استخدمت الثوم بودره فقط. نبقى نخلط هكذا في هذاك البصل نتاعي باه يدبل وما يتحرق ليش. هنا بعد ما دبل لي شويه هذاك البصل كما راكم تشوفوا، راح نزيد عليه هذيك الكميه تاع الفطر، هذيك الكميه تاع لي شامبينيون راح نزيدها فوق هذاك البصل والدجاج، ونبقى نخلط فيه هكذا حتى هذاك لي شامبينيون هذوك تاني يتقلاو. هنا بعد ما تقلاو لي راح نزيد عليهم هذيك الخضار، البطاطا والزروديه، وراح نزيد عليهم هذوك التوابل. اذا استخدمت فلفل كحل، شويه قرفه بودره وشويه قرفه عود صغير، وزدت ملح وشويه بودره تاع الثوم. بالنسبه للملح ما تكتروش بزاف خاطر الزيتون مالح، وهذا جنبو تاع الدجاج ايضا يجي مالح، لهذا ما نكتروش بزاف تاع الزيتون. وهنا درت ملعقه صغيره تاع توابل الزيتون، اذا ما عندكمش تقدروا تستغناو عليهم. فوالا نخلط الكل مع بعض ونخليهم يتقلاو، يعني نخليهم هكذا يتقلاو حوالي دقيقتين. انا نحب كي يتقلاو لي يتقلى لي يعني هكذا الكل مع بعض، يعطي مذاق بزاف بنين. كدا نحاول نخلطهم باه ندخل كامل هذوك لي زيبيس في الخليط نتاعي. فوالا كما راكم تشوفوا هنا بعد ما تقلاو لي تري بيان راح نبدا نمرق بالماء يكون سخون. لازم تمرقوا بالماء يكون سخون. فوالا وكي نمرق على الاطراف.
يعني ما نمرقش من الوسط وما نحطش، ما نصبش هذاك الماء ديريكتومون فوق الدجاج نتاعي، خاطر راح ينحيلو كامل هذيك البنه. راح نخلط شويه الخليط ونغلق عليه ونخليه يطيب. هنا بعد ما غلى لي الخليط نتاعي حوالي 10 دقائق راح نخلطو شويه. من بعد راح نزيد هذيك الكميه تاع الزيتون بعد ما غسلتها، يعني بعد ما غسلتها ونحيت لها كامل هذوك الشوائب. بهذه الطريقه راح نحاول نخلطو شويه. من بعد كي تلقاو الدجاج نتاعكم خلاص طاب تنحوه، نحي يعني الدجاج نتاعي باه نقليه في شويه مارغرين. فوالا الخضره تاعي لهنا خلاص طابت. انا في هذه المرحله راح نحي الدجاج. لهنا الدجاج نتاعي قليته في شويه مارغرين كيما راكم تشوفوا حتى دالي هذا اللون يعني الشباب، يعني خليته يتحمر. من بعد درته في طبق تقديم هكذا ودرت له شويه تاع المعدنوس من الفوق. وهذا هو كان الطبق نتاعنا لنهار اليوم. نتمنى انه يكون نال اعجابكم. ننصحكم انكم تجربوه، ما رايحينش تستغناو على هذه الوصفه، يجي بزاف بنين. والى الملتقى في وصفات جديده.